في أكيد حاجة اتكسرت جواك وفي حاجة أكيد اتغيرت، وانت لسه ما زلت صبور وبتقاوم التغيير ده. فاكر يا صديقي الحاجة اللي كنت بتحبها زمان، اللي هي أول ما تصحى من النوم تفكر فيها هي على طول الوقت كانت شاغلة بالك وتفكيرك، بس دلوقتي بدأت تحس انك انت مطفي، كأنك فقدت السبب اللي انت بتقوم من النوم أصلا عشانه. يا ترى ليه أحيانا بيحصل لنا كده؟ وليه الأحلام الكبيرة اللي جوانا بتبقى عادية؟ ليه أحيانا بنلاقي ان الحلم اختفى تماما؟ والسؤال الأهم هنا، ازاي ارجع تاني للحالة الإيجابية او لهويتي الشخصية الحقيقية اللي جوايا؟ فقدان الشغف يا صديقي مش كسل ومش دليل فشل بالمناسبة. فقدان الشغف هو صوت داخلي بيقولك في أكيد حاجة اتكسرت جواك وفي حاجة أكيد اتغيرت، وانت لسه ما زلت صبور وبتقاوم التغيير ده. علم النفس كمان يا صديقي بيشوف ان فقدان الشغف ده عرض ناتج عن عوامل كتيرة جدا انت بتتعرض لها. تعال اقولك بقى ايه هي العوامل دي. الاحتراق النفسي او البيرن اوت، وده خصوصا عند الناس اللي عندها طموح عالي جدا وطول الوقت بيشتغل من غير ما ياخد بريك او ياخد نفسه. فقدان المعنى، لما تكون الحاجة اللي انت بتعملها او بتحبها او بتشتغلها ما تكونش مرتبطة بمبادئك او احلامك او اهدافك. تراكم المشاكل او تراكم الحاجات او المحطات اللي بتخليك تفشل في اوقات. مرات الفشل الكتير اللي بنتعرض لها هتطفي الحماسة اللي جواك واحدة واحدة. وطبعا مقارنة نفسك بالآخرين، لما بتشوف غيرك سبق بتفقد إيمانك وبتفقد قوتك بمشوارك نفسه. الضغط المجتمعي اللي انت بتتعرض له طول الوقت، وده بيحصل لما تكون بتسعى لهدف مش هدفك أصلا، فطبيعي وقتها انك تزهق أو تنهار أو تنسحب. في دراسة علمية قوية جدا نشرت في مجلة كلينيكال سايكولوجي ريفيو أكدت هنا إن فقدان الشغف بيحصل من نقص الدوبامين. وطبعا الدوبامين زي ما احنا عارفين هو الهرمون المسؤول عن التحفيز. الدراسة هنا أكدت إن استرجاع الشغف ممكن يحصل لك من خلال شوية أنشطة بسيطة أنت بتمارسها يوميا من غير ما تحس. الأنشطة دي يا صديقي هتبني إحساس بالنجاح أو هتبني إحساس بالإيجابية، بس واحدة واحدة. تعال أقول لك يا صديقي على شوية أمثلة عن فقدان الشغف. بنت مثلا كانت بتحب الرسم، لكن بسبب المقارنات الكتيرة حست إنها مش كفاية، وهنا قررت إنها تنسحب وبطلت ترسم. لكن لما رجعت ترسم تاني في وقت من الأوقات بدون ما تبص لحد وتقارن، بدأ هنا شغفها يرجع وبكل قوة. أو شاب مثلا قرر إنه يكون مدرب أو يكون متحدث، كان أول تجربة فشل فيها وجاله إحساس إنه مش هيقدر يكمل في المجال ده. لكن لما بدأ يا صديقي هنا يتطوع في دورات بسيطة نمت جواه الجانب التحفيزي وجانب التوكينج جواه، فبدأ يبقى قوي ومشهور. واكتشف كمان إن جواه لسه في حاجات ممكن تتطور وتتحرك أكتر. ربنا هنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي معناها إن الحياة ليها كذا هدف، مش هدف واحد أو مهنة واحدة. المعنى كله يا صديقي في نيتك أنت إيه، في إنك كل يوم تعيشه قربه لربنا سبحانه وتعالى. حتى لو بتعمل أي حاجة عادية، إنك بتكتب، بتتعلم، بتجتهد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يعني اللي عايز أقوله في الحتة دي إنك لما تربط شغلك وهدفك بربنا سبحانه وتعالى، حتى الشغل البسيط هيبقى عبادة، وكمان هنا الشغف هيبقى له معنى. ساعات يا صديقي للأسف فقدان الشغف بيجي بس مش بسبب التعب، ممكن يجي بسبب جرح نفسي قديم، ممكن يكون لسه ما تعالجش لغاية دلوقتي. وأحيانا كتيرة للأسف بيكون جرح من الطفولة، ودي ممكن ترجع تشوفها في حلقة تأثير صدمات الطفولة. خلينا بقى نرجع للسؤال المهم بتاعنا، نعمل إيه علشان نرجع للشغف بتاعنا؟ اركن المقارنة على جنب، الشغف بيتولد لما تبص لنفسك مش للناس. 2، ابدأ مرحلة الأهداف صغيرة، ما تستناش الحماس ياخدك أكتر من اللازم، وابني عادة صغيرة واستمر عليها، وصدقني النتيجة هتبهرك، هتبقى مليانة طاقة وحماس. 3، اربط أي عمل بمعنى أكبر حتى لو كان بسيط، بس اسأل نفسك هنا أنا بعمله ليه وبيخدم مين في النهاية. 4، ارجع للطفل الحقيقي الداخلي اللي جواك، افتكر الحاجات اللي كنت بتحبها بدون هدف بدون مكسب. 5، غير السياق تماما. ساعات ما بنكونش فقدنا الشغف، بنكون بس محتاجين يا صديقي بيئة جديدة أو مجتمع جديد أو صحاب جديدة بس تنوروا تاني. اعرف يا صديقي إن كلنا بنعدي على لحظات فراغ، بس صدقني الحياة لسه بدري ولسه بتناديك. يمكن بس محتاج إنك أنت تهدى وتبعد عن الضوضاء نهائيا عشان ترجع تسمع صوتك الداخلي أنت جواك. وخليك دايما فاكر يا صديقي إنه لسه بدري.